مونديال. منتخبات أوروبية ولاتينية تطلب ود الفريق الوطني. مع اقتراب العد التنازلي لمونديال أمريكا 2026، يعيش المنتخب الوطني المغربي على وقع اهتمام غير مسبوق من عدد من المنتخبات العالمية التي سارعت إلى التفاوض عبر شركات متخصصة لتنظيم مباريات ودية أمام أسود الأطلس خلال نافذة مارس المقبلة، وهي الأولى في السنة الجديدة، أو خلال الفترة التحضيرية التي تسبق العرس الكروي العالمي. منتخبات لاتينية وأوروبية في سباق الوديات. وبحسب مصادر مطلعة، فقد تهاطلت عروض عديدة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قادمة من منتخبات أوروبية ولاتينية. فبعدما عبر منتخب الإكوادور عن رغبته في مواجهة الأسود، وهي رغبة تتقاطع مع خطة وليد الركراكي بحكم التشابه النسبي